السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل كبسة الدجاج اللي هي الكبسة السعودي اللي طالعة ترند. كبسة إلهام الشهيرة هي بتتعمل بالرز الأمريكي، لكن احنا هنعملها بالرز البسمتي العادي خالص. هي سهلة وبسيطة خالص، لكن السر في التحمير البصلة زي بصلة الكشري ان احنا بنحمرها شوية. عندي 4 وراك منزوعة الجلد، وممكن تعمليها في فرخة كاملة برضو تنزعي الجلد أو بلحمة عادية جدا شغال. هجيب رز بسمتي 3 كوبايات، معايا فلفل حامي. البهارات الأساسية اللي معايا 5 ورق لوري، 3 لومي، عود قرفة، بهارات كبسة، ملح وفلفل اسود، معلقة سكر، مرقة فراخ دي اختياري، بس بصراحة بتطعم لي الرز وتخليه حلو. معايا حبهان مطحون، وطبعا زيت على سمن، ومعايا بصل طرنشات، ومعلقتين توم مفرومين، معلقتين كبار صلصة معلبة، وطبعا معايا المية السخنة. هنزل بالبصل، ودي اهم تركة في الوصفة كلها، ان انتي هنا بتحمري البصلة تحمير، يعني بتزيدي في تحميرها شوية زي بصلة الكشري بالظبط لما بنحمرها شوية. زي ما انتوا شايفين اللون البني ده اللي احنا عايزينه. في ناس بينزلوا بالفراخ الاول، مفيش مشكلة، انا نزلت بالصلصة برضو شغال عادي، علشان عايزة الصلصة تطعم معايا. وكمان بحط كل البهارات اللي قلتلكوا عليها، وبعد كده بنزل بوراك الفراخ اللي انا نزع الجلد بتاعها او شايلاه علشان تطعم معايا بالصلصه. وكمان نزلت بالثوم المفروم بيطعمها ويخليها حلوه قوي. نسيت اقولك في تركه كمان انا عاملاها، ان انا عامله فتحات في الفراخ علشان تشرب من الصوص الحلو دوت. وكمان لما كنت حطيت الوراك الاول سبتها 10 دقايق كده على نار بقلبها، علشان الوراك تشرب من الصلصه والتوابل اللي انا حطاها كلها. اهم حاجه طبعا بهارات الكبسه هي اللي بتطعم معايا الكبسه. طبعا زي ما انتم شايفين انا عاملاها هنا في حله الضغط، انت ممكن تحطيها في حله عاديه مفيش مشكله، لكن حله الضغط بتسرع معايا. انا الاول حطيتها حوالي 10 دقايق تغلي مع الميه اللي انا حطيتها، حطيت ميه بالزياده. وبعد كده هنزل ب3 كوبايات الرز بتاعتي، يعني سبت الفراخ تستوي 10 دقايق في حله الضغط. وبعد كده سبت حلة الضغط لما الصفارة سكت خالص من التسفير، ابتدي افتح الحلة. وخدي بالك من شغل حلة الضغط علشان بتكون خطر شوية. بعد كده نزلت بالرز بتاعي، وهسيبها الاول على نار عالية حوالي 15 دقيقة، مش عالية قوي يعني متوسطة، وبعد كده بوطي عليها كمان 10 دقايق ويكون خلاص استوى معايا. نزلت بقرون الفلفل في الاخر خالص علشان تاخد من البخار حاجة بسيطة، وعلشان الفلفل يكون طازة معايا ما تكونش اتهرى، ويكون كمان بيقطم معايا. كنت خدت بالكو لما فتحت حلة الضغط الرز معايا فيه شوية سوائل، ودي اساس الوصفة، ان هي بتكون جوسي شوية كتير، يعني بتكون فيها شوية سوائل، علشان دي الوصفة بتاعت إلهام. جربيها بالطريقة دي، سهلة خالص وبسيطة. وعملت جنبيها كمان دقوس، وممكن سلطة عادية، وكمان تحطي شطة، وهتاكلي احلى كبسة إلهام الشهيرة السعودي اللي بتتعمل بالرز الامريكي، ولكن احنا عملناها بالرز البسمتي العادي، تطلع معاكي برضو كبسة إلهام. زي ما انتوا شايفين حلة الضغط هي اللي بتسرع معايا الدقايق، وبتسرع معايا سوى الحاجة بسرعة، لكن الحلة يعني بتاخد سوى شوية. متنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس، وتستنوني في فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.